فيلم النهاردة قصته ممتعة جدا، وفي استطلاع رأي في نهاية الفيديو. خليكم معانا. قبل ما نبدأ الفيلم، صلي على النبي في الكومنتات ويلا بينا. بيبدأ الفيلم بولد عنده 9 سنين واسمه ريتشارد، وبنت عندها 7 سنين واسمها إيميليا. والاتنين كانوا ولاد عم، وأبو ريتشارد والطباخ كانوا معاهم على السفينة، وكمان كان في ركاب تانيين مسافرين. وبعد شوية بتحصل حريقة على السفينة لسبب ما، وبيهرب كل الركاب لقارب النجاة، وبيكون الطباخ بينط على قارب النجاة مع الأولاد الصغيرين. أما والد ريتشارد بيركب مع باقي الركاب في قارب نجاة تاني، ولما بيحاولوا يوصلوا لبعض ما بيعرفوش، وبيلاقي الأولاد نفسهم هم والطباخ محبوسين في وسط المحيط. وتاني يوم الصبح إيميليا بتصحى وبتشوف قدامها جزيرة جميلة، فبتصحي ريتشارد والطباخ وهي مبسوطة. وبيلاقوا على الجزيرة مياه عذبة والطيور بتشرب منها، وكمان بيلاقوا موز وأكل كتير. وكانوا مبسوطين جدا إنهم وصلوا للجزيرة، على الأقل يفضلوا عايشين هناك. وبيعدي وقت بسيط وبعدها بتلاقي إيميليا برميل ريحته زي الريحة اللي شمتها على السفينة. ولما بيجي بات الطباخ بيشوفه بيلاقيه مليان خمرة، فبيستغرب وبيحس بحاجة غريبة ساعتها. وبعدها بيجي ريتشارد وبيكون معاه في ايديه جمجمة شخص، وبيقول له انا لقيت ضيوفي منها كتير هناك. وبيقول لهم ان احنا لازم نمشي من المكان ده، وبيتحركوا التلاتة بعيد شوية. وبيكون بات الطباخ بيبص في المحيط، يمكن يشوف اي سفينة او مركب معدية، او حتى يكون والد ريتشارد جالهم علشان ينقذهم، ولكن ما بيلاقيش اي حاجة. وفي نفس الوقت ده بيشوف إيميليا وهي بتاكل توت أحمر، فبيجري عليها علشان يمنعها وبيقول لها لو أكلتيها تموتي. وبعد كده بيتحركوا التلاتة للجنب التاني من الجزيرة، وبيستقروا هناك لتاني يوم الصبح. وبيكون ريتشارد بيتفرج على صور الأفراح وبيسأل بات الطباخ إذا كان اتجوز قبل كده ولا لأ، ولو اتجوز قبل كده فهو اتجوز كام مرة. فبيقول له بات إنه اتجوز كتير جدا، وإنه ما يعرفش عدد اللي اتجوزهم قد إيه. وبعدها بيبدأ بات إنه يتعامل مع الوضع اللي هم فيه، وبيعلم ريتشارد حاجات كتير تساعده على الحياة في الجزيرة دي، زي صيد السمك وتنظيفه، وإزاي يبعت إشارات للسفن عشان تنقذهم. وكمان علمه إنه يعمل قارب من أغصان الشجر، وعملوا كوخ من الخوص اللي موجود على الجزيرة علشان يباتوا فيه ويحميهم كمان من الرياح والمطر. وفي يوم بالليل كانوا ريتشارد وإيميليا نايمين، وكان بات الطباخ بيشرب خمرة، وبيسمع صوت غريب على الناحية التانية من الجزيرة. وأول ما النهار بيجي بيروح بات الناحية التانية من الجزيرة يشوف مصدر الصوت ده إيه، وهناك بيشوف أجزاء من جسم، وبيشوف دم كتير. فبيخاف باتي جدا وبيرجع تاني عند ريتشارد وإيميليا. وبالليل بيحذر بات الأطفال إنهم يروحوا الناحية التانية من الجزيرة، لأن في حاجة غريبة هناك، وبات خايف لا يتأذوا منهم. وفي يوم بت بيسكر جدا وبيفضل يرقص مع الأطفال لفترة على الجزيرة، وبعدها بيقع على الأرض وبينام. وبعد شوية برضه الأطفال بتنام، ولما بيجي النهار بيصحى بادي وبيعوم للناحية التانية من الجزيرة. وبعدها بيصحى ريتشارد وإيميليا وبيدوروا عليه، وبعدها بيركبوا المركب وبيروحوا الناحية التانية من الجزيرة علشان يشوفوه هناك، وبيتفاجئوا إن هو ميت على الجزيرة. وأول ما إيميليا بتشوفه بيغمى عليها، وبعدها ريتشارد بياخد المركب وبيرجع تاني لمكانهم. وبعد ما بتفوق إيميليا بتعيط كتير وبيكونوا مرعوبين جدا لأنهم بقوا لوحدهم تماما على الجزيرة. وتاني يوم بياخدوا كل حاجتهم على المركب وبيتحركوا لجزء تاني على الجزيرة تانية قريبة منهم، وزي ما علمهم بادي بيبنوا كوخ علشان يقدروا يعيشوا فيه، وبيصطادوا سمك علشان ياكلوه. وبيستمروا كده لمدة أيام كتيرة. لكن بعد ما بيكبروا الاتنين بيحاولوا يتعلموا أكتر إزاي يعيشوا على الجزيرة دي، وكانوا مبسوطين جدا بحياتهم. وبما إنهم كبروا بدأوا ينجذبوا لبعض أكتر، وكمان بيلاحظوا بعض التغيرات الجسدية عليهم، ولكن مش بيكونوا فاهمين الشعور اللي جواهم، لأن مفيش حد كبير معاهم يشرح لهم اللي بيحصل. وفي يوم كانت إيميليا بتعوم لوحدها في المية، وشافت دم كتير نازل منها. ولما ريتشارد بيروح يسألها في إيه، لكنها أدركت إن الدم ده جاي منها، وإن ده أول مرة يحصل معاها. ولما ريتشارد بيسألها بتقوله امشي. وبعدها بشوية بيسألها ريتشارد عن نزيف، وإيميليا بتقوله إنها مش عارفة السبب ولا هو جاي منين. فريتشارد بيكون خايف عليها لا تكون مجروحة. ولما إيميليا بتصمم إن هو ما يشوفش أي حاجة بيتضايق جدا وبيتعصب وبيمشي. وهو بيقول لها إن هي مخبية عنه أسرار كتير، مع إنه هو بيقول لها على كل حاجة. وبيكون الاتنين منجذبين جدا لبعض. وفي يوم بيسمعوا صوت طبل بعيد، فبتروح إيميليا تشوف مصدر الصوت ده،
وبتقف إيميليا على حتة عالية علشان تعرف مصدر الصوت، وبتلاقيه إنه جاي من الناحية التانية من الجزيرة. فبتقرر إنها تروح تاني يوم علشان تشوف المكان ده وتستكشفه. ولما وصلت بتشوف تمثال كبير وبينزل منه دم كتير. فبتخاف إيميليا وبتجري من المكان ده، وبتروح لريتشارد وتحكي له على اللي شافته. ولكن ريتشارد ساعتها بيتعصب عليها علشان راحت من الناحية التانية من الجزيرة لوحدها. وفي يوم بتشوف إيميليا كابوس إن ريتشارد بيغرق في المية وبيموت، وعلى طول بتصحى مفزوعة من النوم. وبيجري ريتشارد عليها، فبتقوله وعدني إنك ما تسيبنيش أبدا. فبيقول لها ريتشارد ما تخافيش، وبيحاول يقرب منها ولكنها بترفض. وبعدها بالليل بتكون إيميليا نايمة، وبيحاول ريتشارد يقرب لها مرة تانية، وبيكون حاسس بانجذاب شديد من ناحيتها ولكنه مش فاهم مشاعره. وعلى طول بترفض إيميليا مرة تانية، وبرضه مش بتكون عارفة مشاعرها. وتاني يوم الصبح بيكون ريتشارد خارج من الكوخ، فبتسأله إيميليا أنت رايح فين؟ فبيمشي ريتشارد من غير ما يرد عليها. وفي يوم بيشوف ريتشارد سفينة في البحر، وبيجري بسرعة ناحية الكوخ علشان يولع في الخشب علشان يدي إشارة للسفينة، وده زي ما علمه الطباخ بالظبط. بتكون إيميليا برضه شايفة السفينة هي كمان، ولكنها ما تبعتش أي إشارة ليها. فبيتعصب ريتشارد منها وبيعرف إنها بتحب الجزيرة وعايزة تعيش عليها. بس ريتشارد ما بيكونش عاوز يكمل، فبيعمل مركب صغير وبيحط أكل عليه وبيمشي لوحده في المية. ولكن بعدها بشوية المركب دي بتتكسر نصين وبتغرق. وبيرجع ريتشارد للشط وهو متعصب، وإيميليا بتتريق عليه. فبيتريق عليها ريتشارد هو كمان، فبتتعصب إيميليا وبتضربه بجوز الهند على دماغه. وهنا ريتشارد بيضربها بالقلم، وبيرجع للكوخ يرمي حاجتها كلها بره، وبيقول لها شوفي لك مكان تاني تعيشي فيه. فبتمشي إيميليا وبتستخبى في كهف صغير، وبسبب الخناقة دي بيبعدوا عن بعض شوية. وبعد شوية بيشوف ريتشارد إيميليا وهي رايحة تدي وردة كبيرة للتمثال، وده لأنها بتكون فاكراه إله. وهي راجعة بتدوس بالغلط على سمكة سامة وبتمرض جدا. فبيلاحظ ريتشارد غيابها فترة، وبيروح الكهف علشان يطمن عليها، وبيلاقيها هناك تعبانة جدا. وبيسألها ايه اللي حصل لها، فبتقوله انها داست على سمكة سامة. فبيقلق جدا عليها ريتشارد، وهي بتقوله انه ياخدها للتمثال اللي هناك. فبياخدها ريتشارد مباشرة لهناك، ولما بتروح بترتاح شوية وحالتها بتتحسن. وبيرجعوا يقعدوا مع بعض في البيت مرة تانية، وبعدها بتتطور العلاقة ما بينهم، وبيبدأوا يفهموا مشاعرهم أكتر. وبتعدي الأيام وهم على نفس الحالة. وفي يوم بتحس إيميليا إنها تعبانة جدا، ولما بيسألها ريتشارد إن كانت لسه بتحبه فبتقول له إنها بتحبه. وبتقول له إيميليا إنها مش كويسة وإنها حاسة بحاجة بتتحرك جوه بطنها. ولما بيحط ريتشارد إيده على بطنها بيحس بحركة جوه، وبيكونش عندهم أي فكرة إن هي حامل أو إيه اللي بيحصل فيها. وفي يوم بيرجع ريتشارد من رحلة صيد وجمع الأكل، وبيلاقي إيميليا تصرخ من الألم. وبيكون الوقت ده وقت الولادة، وبالفعل ولدت الطفل وبيطلع ولد. وبيرجعوا بالبيت، وبيكون الطفل ده مش مبطل عياط طول الوقت. وريتشارد بيفتكر إن هو ممكن يكون جعان، فبيحاول يوكله أي فاكهة وبيشربه مية. ومبيكونش فاهم إن الطفل ده ما يقدرش ياكل ولا يشرب زيهم، ولأنه لسه مولود جديد. وكمان ما بيكونش عندهم أي فكرة يعملوها علشان يسكتوا الطفل. وفجأة إيميليا بتبدأ إنها ترضعه، وعلى طول الطفل بيسكت وبيبطل عياط. وبعدها بيحذرها ريتشارد من الناحية التانية من الجزيرة، وبيقول لها اوعي تروحي هناك لمرة تانية، لأنه شاف قبائل من أكل لحوم البشر. وبيقول لها إنها ما ينفعش تروح هناك لأي سبب من الأسباب. وبنشوفهم هم عايشين ومبسوطين جدا مع ابنهم. وبتعلم إيميليا الطفل بتاعها السباحة. وبعدها بيكبر الطفل شوية وبنشوف إنه اتعلم السباحة، وبيقضي وقت حلو مع بعض، وبيكون الطفل ده هو دنيتهم كلها. وفي يوم وهما بيلعبوا على الشط بيوصل والد ريتشارد بالسفينة، وبيشوف ريتشارد وإيميليا من بعيد، ولكنهم بيفتكرهم سياح فبيمشي تاني. وفي نفس الوقت بيشوف ريتشارد وإيميليا السفينة، لكنهم بيستخبوا منها، وده لأنهم مش عاوزين يرجعوا يسيبوا الجزيرة. وفي يوم بيرجعوا للجزيرة القديمة اللي كانوا فيها من الأول، وده علشان ليهم ذكريات حلوة هناك كتير. وفي الوقت ده بياخد الطفل شوية من التوت الأحمر السام، وبيحط على المركب من غير ما ياخدوا بالهم. وبيبتدوا يرجعوا بالمركب مرة تانية للكوخ بتاعهم. وفي الوقت ده بيوقع الطفل المقداف بتاع المركب، فبتحاول إيميليا تجيبه ومبتقدرش. وفي الوقت ده ريتشارد بيكون لسه على الشط بيجمع لهم أكل، فبيجري علشان يعوم ناحيتهم، وبيكون في سمكة قرش كبيرة فبتجري وراه.
وإيميليا بترمي المقداف التاني بتاع المركب على السمك علشان تنقذ حياته، وكده مش بيكون معاهم أي حاجة إنهم يهدفوا بيها، ومش هيعرفوا يرجعوا تاني للجزيرة، وكمان مش بيكون معاهم ولا أكل ولا مية، وحتى مش عارفين هم هيعملوا إيه. وبيعدي يومين من غير أكل ولا شرب، فبياكل الطفل من التوت الأحمر السام، وإيميليا بتشوفه ما بيكونش عندهم أي حل عشان ينقذوا ابنهم، فبيفتكروا إن الطفل كده كده هيموت، فبيقرروا ساعتها إنهم ياكلوا من التوت معاه علشان يموتوا كلهم سوا. وفعلا بعد ما ياكلوا التوت بيناموا كلهم. ولحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا على كده. بطلب من أي حد شاف الفيلم ده يقول لنا رأيه في الكومنتات، ويقول له رأيه في التلخيص بتاعي بصراحة، وهكون منتظر الكومنتات بتاعتكم، لأنه ده هيساعدني جدا إني أكمل في الفترة اللي جاية. الحلقة دي اتكتبت من مامة نيلي، واتسجلت واتمنتجت من والد نيلي. سلام.